شاب سعودي يعزم الأمير سلطان بن عبد العزيز في بيته وهو ما عنده إلا 30 ريال. شو القصة؟ أحد مرافقي الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه كان عنده بن أخت ضعيف وحالته حالة وفقير وشاب على باب الله مثل ما يقولون، فطلب من خاله في مرة من المرات أنه يوديه مجلس الأمير سلطان بن عبد العزيز، بما أنه أحد الحرس والمرافقين للأمير الله يرحمه. فقال يا خالي والله صعب وما أقدر أدخلك، أنا ما عندي صفة رسمية. قال أنت حاول. والله ويحاول وقدر أنه يدخله. طبعا المجلس عامر فيه ناس كبارية وفي مسؤولين وفي وزراء، يعني مجلس الأمير سلطان بن عبد العزيز. طبعا الشاب هذا صغير سن، يعني ما هو بريال عود وعمره 30 40 سنة، لا يمكن ما تجاوز ال 18 20 سنة. فجأة وعلى حين غرة مثل ما يقولون ساد في المجلس لحظة صمت، فجأة الكل سكت مرة واحدة. فز هذا الشاب وقال يا الأمير سلطان طلبتك تقول تم. طبعا الكل مستغرب ويترقب منو هذا الكسر البروتوكول، وقام وقال حق الأمير قول تم. فقال الأمير سلطان تم، ذاك اللي تبغيه قول اللي في خاطرك. قال يا طويل العمر أنا عازمك عندي في البيت تتقهوى وتتعشى عندي. طبعا شاب ما حد يعرفه، يعني معقول الأمير يروح معاك؟ فالأمير ما حب نكسر خاطره، قال تم حاضرين. منو اللي فصل على الموقف هذا؟ خال الولد اللي جابه. فمسكه قال له يا أخي أنت شو فيك أنت تعزم الأمير منو أنت علشان تعزمه؟ أصلا معاك فلوس؟ أنت كم معاك فلوس خبرني. قال والله ما عندي إلا 30 ريال الموجودة في جيبي هذه. قال يا ولد أنت تبى تفشلنا قدام خلق الله وتضحك الناس علينا وتودينا في داهية، تعزم الأمير في بيتك فرضا قبل عزيمتك، شو بتنزل له أنت؟ معاك 30 ريال. قال يا خالي أنا قلت كلمة وصدقت الله عليها، والله ما بيضيعني. طبعا الخال بغى ينجرط، قال أنا عز الله راحت علي. فما كان من هذا الخال المسكين إلا راح المدير مكتب الأمير وقال له والله اسمح لي حقك علي، ومسحه في وجهه. ولد أختي هذا شاب صغير وأصلا فقير وما عنده شيء، يعني كيف بيعزم الأمير؟ فرد عليه وقال له ما عليك الأمير أصلا بينسى. مرت فترة على القصة هذه والأمير ما نسى. قال وين الشاب اللي عزمنا في بيته؟ فز خال الولد قال يا طويل العمر هذا ولد أختي وشاب فقير ومسكين وما كان عنده في جيبه إلا 30 ريال بس. ضحك الأمير قال عنده 30 ريال ويعزمنا؟ والله انه شاب كفو هذا. قال حق مدير مكتبه الحين تعطونا بيت وتصرفوا له راتب ونحن جايين عنده. والله ويعطونا البيت هذا. صح انه كان بيت شوي صغير وفي منطقه بعيده، بس الحمد لله رب العالمين فضل ونعمه من الله. فلما راح للامير على اساس انه يتقهوى معاه على موعده، شاف ان البيت صغير وفي منطقه بعيده. قالوا شو هذا علشان ضعيف وصغير يعني تعطونا البيت هذا؟ الحين تعطونا بيت في الروضه، وبيت الجديد ما تقل مساحته عن 1000 متر، والبيت هذا تاجروا له اياه. فالامير سلطان بن عبد العزيز وعد لهذا الشاب وتقهوى وتعشى معاه في بيته. فتذكرت البيت هذا للامير خالد الفيصلي يوم قال فيه تمشي وعرها تنها سهود ومهود، لله درك ما تغاليت غالي، ما تنتظر للجود يا شيخ مردود، تشرب مرار تسقي الغير حالي.